السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر محمد ناصر وأنت في أولى إعدادي، وأنت هنا علشان كتاب المعاصر اللغة الإنجليزية المنهج الجديد. في البداية حابب أقول اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لو لسه ما عملتش اشتراك في القناة أو مش عامل لايك أو مش عامل كومنت، هتعمل كل ده عشان خاطر تشجعني إن أنا أكمل، وإن شاء الله واثق يعني إن الدنيا هتعجبك. وكل حاجه تشرح لك بالتفصيل. والله العظيم والله انت في غنى عن الدرس لو ركزت معايا النهارده، في غنى عن الدرس والمنصه والاونلاين وكل ده. بس انا عايزك تركز معايا بالتفصيل واحده واحده، ولو في اي عيب في الفيديو، اي حاجه ما عجبتكش اكتب لي في الكومنتس عشان خاطر الفيديو الجاي ما تتكررش. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معايا هنا كده. انا عندي اول حاجه اليونت او الليسون بتاعي بيتكلم عن حاجه اسمها A day in my digital life. يعني ايه؟ يعني يوم في حياتي الرقميه. فاحنا بديهيا هنعرف ان اليونت او الليسون بيتكلم عن حاجه اسمها التكنولوجي اللي هي التكنولوجيا. طيب عندنا حاجه اسمها الفوكابولري اللي هي الكلمات بتاعتنا. طيب سؤال بس صغنن يا مستر، انا وانا في الابتدائي مش بعرف احفظ الكلمات الكتير ومش بقدر. هقول لك على كلمه واحده. عندنا حاجه اسمها الكي فوكابولري، معناها الكلمات الرئيسيه اللي في الدرس. يبقى انت غصب عنك هتحفظ الكلمات دي، تسمى زي اسمك. الباقي بقى كله تبعيات بالمعنى الاصح اللي ربنا يقدرك عليه. طيب فانا عندي اول كلمه اسمها ديجيتال، معناها رقمي. ديجيتال معناها رقمي. تكنولوجي كمبيوتر لوحي يعني تابلت، يعني هو ده اسمه تابلت. الاجهزه يعني ديفايس. عندك حاجه اسمها اي بوكس يعني كتب الكترونيه، وحرف الاي ده اختصار لكلمه الكترونيك. عندي حاجه اسمها يدردش، ما اسمها شات. والله هقول لك على حاجه. انا عندي بعض الطلبه بيقولوا على يختار يعني شوز. خليني اقول لك ان كلمه شوز دي معناها مؤاخذه الحذاء. طيب هو نطقها ايه؟ نطقها تشوز. طب مستر هو دي اسمها شات؟ لا اسمها تشات. حرف الاتش في الاول كده فنقولها تشات. طيب اللي بعدها بالانس. اللي بعدها اب اختصار ابلكيشن. هايبرد باص. ولما اقول لك هايبرد باص بتعرف ان اي حاجه اسمها هايبرد يعني اي حاجه شغاله بمصدرين وكود. يعني بمعنى اصح العربيات النهارده في مصر الجديده تشتغل بالالكتريسيتي بالكهرباء، تشتغل بالبنزين. فتلاقي التاجر او صاحب المعرض وهو بيعرض العربيه، ربنا يرزقنا طبعا اللهم امين، بيقول لك دي العربيه دي هايبرد يعني شغاله كهرباء وبنزين. طيب طبعا احنا وانت مالناش دعوه بالقصه دي، قول ربنا يرزقنا اللهم امين. عندي حاجه اسمها سكرين اللي هي الشاشه. عندي حاجه اسمها السمارت بورد يعني الشاشه اللي بنكتب عليها، اللي موجوده في معظم السناتر دلوقتي. ربنا يوعدنا برضو اي حاجه واللهم امين، بس من قلبك يا اخي. طيب عندي حاجه اسمها ويب سايت اللي هو الموقع الالكتروني، اللي هو زي اي موقع، زي الفيسبوك، موقع الفيسبوك عادي، موقع الاخبار، اي موقع. لابتوب دي مهمه في الدرس ده علشان احنا بنسميها بورتابل كمبيوتر، يعني كمبيوتر متنقل. عندي حاجه اسمها ريمايند مهمه قوي هشرحها لك كمان شويه. افكت نايت مود اللي هو ايه؟ اللي هو انا قاعد بالليل فاتح الموبايل فالاضاءه بتوجع لي عيني فبفعل وضع النايت مود. عندي حاجه اسمها سيرش. عندي سمارت فونز فنيجي نحل كلمه لابتوب عارفينها تكنولوجيا. ريمايند يعني يذكر، سكرين اللي هي الشاشه، والنايت مود يعني الوضع الليلي. اول جمله بتقول can you aid me to bring my English book tomorrow. ممكن ايه اللي انا اجيب كتاب اللغه الانجليزيه بكره؟ اكيد هقول ممكن تذكرني، فيذكر يعني ريمايند. نمبر 2 بتقول I always use، انا بستخدم الاي على السمارت فون عشان احمي العين بتاعتي، فانا احمي عينيا فانا بستخدم النايت مود. نمبر 3 بتقول don't look at، ما تبصش للايه لمده طويله، ما بصش لللابتوب ولا ما بصش للشاشه، لا ما بصش للسكرين. نمبر 4 he prefers searching for information، بيفضل ان هو يبحث عن الانفورميشن المعلومات على الايه. he can take it everywhere، بياخده معاه في كل مكان، فاحنا هنقول عليها لابتوب اللي هو ايه الكمبيوتر المتنقل. طيب عندي كلمه اسمها without. عندي حاجه اسمها share check، ما اسمهاش check، اسمها check message. اللي بعدها interesting، والعود نفسك ان عندي حاجه اسمها الاي ان جي
مش بنطقها انج، لا بنطقها ان زي interesting playing swimming studying. اوكي دي اسمها facts projects ودي اسمها blog. page 13 صفحة 13 عندي وقت النوم اللي حضرتك بتخش تنام فيه اللي انا بصور فيه اصلا دلوقتي. والله العظيم بجد انا لسه مخلص شغل وتعبان وبصور لك، فيا اخي اعمل كومنت ادعي لي دعوه حلوه يا اخي شجعني ان انا اكمل لحد باقي الكتاب. طبعا ما فيش ارباح من الفيديو ولا اي الكلام ده كله. عندي حاجه اسمها بيت تايم سبيس الهابت planets تايب نيوز اسمها ويزلي انما حكيم يعني وايز على بعضها ويزلي. break funny useful online مهمة online start adventure stories ودي اسمها cousin اللي هو ابن العم او ابن الخال cousin. ودي اسمها amazing مش amazing ودي اسمها زي comfortable دي اسمها portable. اللي بعدها social media اوعى تقول سوشيال، مفيش حاجه اسمها سوشيال دي خالص ولا سبيشال، اسمها social media. عندي حاجه اسمها journey reduce عندي حاجه اسمها launch اللي بعدها electricity pollution company smart navigation support science class videos technology habits engine smart transportation vision greener locally diesel. طبعا دي اهم الكلمات. نخش بقى على عندي حاجه اسمها تصريفات الافعال ومهمه السنه دي وعشان خاطر اهتم بيها عشان القواعد. عندي حاجه اسمها think صوت ودي اسمها sent know new known felt. نخش على page 14. عندي الكلمة ديت اسمها take talk taken hurt spent. طيب عندي حاجة اسمها جديدة عندك السنة دي، هي مش جديدة بس يمكن انت لو مش مهتم بيها قبل كده فانا انصحك ان انت هتهتم بيها. ليه؟ علشان بكل بساطة الحاجة دي اسمها الديفينيشنز اللي هي التعريفات. اهتم بيها ليه يا مستر؟ عشان صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. بص لي هنا كده، انا عندي ده السؤال اللي بيجي لك في التشوز ودي الاجابه اللي انت بتختارها، فحضرتك لو مش عارف الترجمه ديت فانت مش هتعرف تحل الجمله. طيب واحده واحده كده. انا عندي الجمله بتقول flat surface on which picture or words are shown، يعني قال لك حاجه مسطحه وجه مسطح اللي البيكتشرز اللي هي الصور والوردز اللي هي الكلمات are shown بيتم عرضها عليها. ادي السكرين بتاعتي اهي قدام عيني اهي، السكرين انت بتتفرج عليها اهي وعليها كلام مكتوب او ووردز او بيكتشرز، يبقى دي اسمها سكرين. اي شاشه التلفزيون اللي عندك اسمها سكرين، الموبايل سكرين، التابلت سكرين. اوكي عندي الاي دي اختصار الكترونيك والبوك اهوت كتاب الكتروني. انت بتعرف يعني تستطيع ان انت تقرا على السكرين على الشاشه. عندك انستيد اوف مهمه في الدرس ده وبتيجي في الحل كتير معناها بدلا من البيبر اللي هي الايه الورق. طيب اللابتوب احنا بنسميه بورتابل كمبيوتر على فكره جايه في الحل. عندي حاجه اسمها النايت يعني مساء او الليل يعني، والمود يعني الوضع الليلي. قال لك داركر سكرين سيتن علشان يحمي عينك في اللو لايت يعني الضوء المنخفض، بيخلي الشاشه بتاعت الموبايل ضوءها ينخفض او تكون لونها اصفر او ايا كان. عندك حاجه اسمها السمارت بورد. قال لك an attractive board used in classroom
for teaching lesson بمعنى ايه؟ بمعنى بورد معناها سبوره، سبوره interactive يعني تفاعليه بنستخدمها في الكلاس روم في الفصول او في اي مركز تعليمي او في اي مكان تعليمي. طيب عندك حاجه اسمها الويب سايت، اي موقع الكتروني. قال لك البيج يعني الصفحه اللي موجوده على الانترنت اللي بتدينا الانفورميشن وبتسمح لك ان انت تعمل الحاجه على الانترنت. عندك حاجه اسمها ديجيتال يعني رقمي، قال لك استخدام الكمبيوتر، استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر او الاجهزه الالكترونيه، فانت كده ديجيتال. عندك السكرين تايم، قال لك الوقت اللي انت بتسبند يعني يقضي بتقضي بتستخدم الديفايس الاجهزه زي الفون والكمبيوترز. عندك السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، ما اسمها السوشيال سوشيال لا اسمها سوشيال. قال لك الاونلاين بلاتفورمز يعني ايه؟ يعني منصات على الانترنت الناس connect and share content، الناس بيتواصلوا مع بعض، قالوا يا باشا السلام عليكم هاي ممكن نتعرف الشغل ده، او share content يعني بيشاركوا المعلومات. يعني انا اقول لك على حاجه، انا دلوقتي بعمل لك شير كونتنت، يعني مثلا الفيديو ده لما يخلص هعمل له شير ليه؟ عشان حضرتك يوصل لك. انت تعرفني؟ لا والله. انا اعرفك؟ لا والله. طب ليه؟ ده عن طريق السوشيال ميديا. وبمناسبه بقى الشير والكلام ده كله، ما تعمل يا اخي، اقول لك على حاجه والله العظيم مش كنت مرتب لها خالص. الفيديو ده اكتر حد هيعمله شير، اكتر حد هيعمله شير هياخد معايا شهر او شهر ايه، هياخد معايا الترم ده كله فور فري، وهياخد معايا المذكرات وهياخد معايا الترم كامل كله فور فري. هختار حد من الموجودين معانا، لو عملت شير للفيديو حضرتك هتكتب لي في الكومنتس تم، وهختار واحد وهعلن عنه فيديو لوحده ماشي. بس اكتر حد هيعمل شير للقناه او شير للفيديو او بس انت بتعمل شير، اعمل شير لجروب اولى اعدادي مثلا، فاهم؟ اوكي يلا نكمل عشان ما نضيعش وقتك. عندي حاجه اسمها ياخذ راحه. على فكره ما انا بعد الفيديو ده ههمد فهاخد راحه، انت حضرتك من المذاكره لازم تاخد راحه، ما تفكرش ان انت جامد تيجي من الدرس تذاكر 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 تذاكر. It's impossible. عندي حاجه اسمها تيك بريكس، عندي حاجه اسمها سبين تايم. مستر هو انت ما بتتكلمش ليه؟ اقول لك على حاجه، انا كنت في سنه سته اللي هو انت كنت في سنه سته اللي فاتت، انا كنت بصراحه بتكلم بدي نصايح بحاول، بس لقيت ان بعض الناس بتمل بتزهق، فعشان كده مش حابب اتكلم كتير. لو انت عندك وجهه نظر ثانيه برضو عرفني في الكومنتس، ما اعرفش بصراحه انتوا ايه رايكم. عندي حاجه اسمها تشيك ذا فون. عندي حاجه اسمها create jobs play online games. عندي حاجه اسمها amazing. عندي حاجه اسمها wonderful fantastic normal ordinary. تاني amazing wonderful fantastic normal. مستر هو ايه ده؟ صحيح، صلى على النبي. ايوه عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا باشا، هو معلش انا نسيت اقول لك ان انت في اولى اعدادي لسه عندك حاجه اسمها زي العربي بالظبط، اللغه العربيه اكيد عندك الكلمه وعندك المرادف وعندك المضاد، انت نفس الكلام هنا، عندك الكلمه وعندك المرادف بتاعها وعندك المضاد. فاحنا الكلمه زي ما انت شايف كده اسمها الورد. طيب عندك المرادف اللي هو synonym. معلش بقى ايه يعني، انت بقى ما تسرعش الفيديو فيه عشان تعرف تنطقها. عندك حاجه اسمها المضاد اللي هو انتونيم. طب المضاد برضو ممكن نقول عليه، انت قلت عليها اوبزايت، انا اسمها اوبوزيت. طيب مستر هو معلش يعني الكلام الكتير ده احفظه، اقول لك على حاجه هتبقى جامد، اقسم بالله هتبقى جامد لو حفظته. هو انت مش اوبشن او لا، ما هو انت كده هتحفظه، بس والله العظيم والله لو من سنه اولى الكلمات دي اهتميت بيها والله هتوصل الثانوي معاك كميه حصيله كلمات كتير قوي، هتبقى جامد. والايام هتلف وبفتكر كلامي ده، ما تستهترش بدول اوعى. طيب عندي حاجه اسمها تيتش يعني يعلم، اي تيتش يو بعلمك. اما educate برضو اي educate you. learn اللي هو انت عكسي، انت learn وانا educate، انت بتتعلم وانا بعلم. طيب عندي حاجه اسمها connect، عندي حاجه اسمها join، عندي حاجه اسمها link، عندي حاجه اسمها disconnect. يبقى الورد اللي هي connect، السينونيم اللي هي join او link اللي في نفس المعنى، وعندي حاجه اسمها الانتونيم او الاوبوزيت اللي هو disconnect. عندي حاجه اسمها يحمي يعني protect، وممكن اقول يحمي برضو يعني save. اما عكسها يؤذي او يضر او يتلف اللي هي harm. طيب بحكمه يعني wisely او sensibly او عكسها carelessly. طيب مفيد يعني useful
او helpful، على فكره جايه في الحل، helpful جايه في الحل. او عكسها بقى هتبقى useless او unhelpful. عندك يدعم يعني support، او assist جايه من assistant يلا اللي في السنتر يا قال لك كلمه support بتساوي help او discourage عكسها. طيب الورد اللي هي reduce المرادف بتاعها اللي هو السينونيم ما تحتاجش اسمها ايه؟ قولها تاني معلش. سينونيم، ايوه سينونيم. اوكي اسمها decrease. اما ايه ولا الايه الانتونيم صح والله العظيم صح. ممكن اقولها تاني مضاد يعني ايه؟ ايوه قولها معلش تاني بصوت عالي. opposite صح. او بي بي او ده اوبو اوكي opposite. طيب increase. طيب هنخش على حاجه جديده برضو عندك السنه دي في سنه اولى اعدادي اللي هي ايه؟ عندي حاجه اسمها بقى ركز معايا عشان خاطر في الحته دي. عندي حاجه اسمها البريفكس وحاجه اسمها السفكس. البريفكس ديت اللي هي البادئه، يعني كام حرف صغنطوط كده بيتحط في الاول الكلمه. اما الخاتمه او اللاحقه اسمها السفكس بتيجي في اخر الكلمه. يعني مثلا سيبك من اول واحده مفيد يعني يوز صح. انا جيت قلت يوز فول. طيب فول اللي حطت في الاخر دي طالما في الاخر هنقول عليها suffix. طب لو في الاول prefix اخر suffix في الاول prefix في الاخر قول suffix. اوكي طيب عندي حاجه اسمها digit والاي ال اللي هي ال دي معناها ده هتبقى اسميها suffix ليه؟ عشان في الاخر. طيب teach يعني دي فعل. طب لما نحط عليها السفكس اللي هي اي ان جي هنجيب منها الاسم اللي هو التدريس. طب انا عندي فعل اسمه يوز يعني يستخدم، احط له الاي ال سوري احط له الاف يو ال هتبقى مفيد. يبقى انا حولت الفعل ايوه صفر. انا عندي حاجه اسمها وايز وايز يعني ايه؟ يعني حكيم. فانا لما احط ال واي هحول الصفه اللي هي بحكمه الى ايه؟ الى ظرف. طيب او سوري الحكيم الى ظرف. طب انا عندي حاجه اسمها نافيجيت ديت فعل يعني يرشد او يوجه. طيب لما انا اخليها نافيجيشن هتبقى ايه؟ اسم. طيب بلوت يعني يلوث احط لها الاي او ان اللي هي الخاتمه اللي هي السفكس هتبقى اسمها التلوث. طب انا عندي الكتريك يعني كهربي لما احط لها الاي تي واي هتبقى الكهرباء نفسها اللي هي الناون. طيب يلا بينا نحل. السؤال بيقول لك عندك كلمه اسمها بروتكت. عايز ايه يا باشا؟ عايز الاوبوزيت اللي هو العكس. علينا نعمل حل الانجليزي يلا بذكاء بفن. وانا لسه هقول the opposite of the word protect is. ايوه انا عايز زي ما انا شفت بروتكت وشفت الاوبوزيت يبقى يا باشا عايز ايه؟ عكس واحد اسمه يحمي. يبقى واحد ايه؟ بيعلم غلط. يبقى واحد يا اسطى بيكونكت بيتصل غلط. حاجه اسمها ليرن يا عم اخلص يعني هرم يعني يؤذي او يضر او يدمر او يتلف. طيب عندي السفكس اللي بتجي في الاخر للديجيت قول يا ديجيتال. ليه يا مستر؟ ما عشان حافظها ديجيتال معناها ايه؟ صح. طيب فانا ما ينفعش فيش حاجه اسمها ديجيتمنت ولا انا حافظ حاجه اسمها ديجيتيشن. طيب انا عندي السفكس يعني اللي في الاخر هنحطها الهيلب. مستر ما تقرا السؤال يا مستر. يا عم ما انا قلت الانجليزي بيتحل بفن. الانجليزي بيتحل بفن. يعني ايه بفن؟ يعني بتشغيل المخ. انا شايف عايز مني حاجه اسمها suffix احطها الهيلب هتبقى هيلب ايه؟ فول. طيب اصل مفيش حاجه اسمها عندك حق لا والله. مش هيلبنج هيلبنج صح. طب هيلبنج دي ايه؟ اسم بس هو عايز يا اسطى ادجكتيف يعني صفه. هو المساعده ديت صفه؟ لا ما ينفعش هيلبن عشان دي هتبقى اسم. طيب عندي حاجه اسمها ريديوس. انا هحاول اقلل الكلام معلش انا برغي كتير يعني. عندي حاجه اسمها ريديوس يعني يقلل. عكس يقلل يعني يزيد يعني انكريز. مستر هو حضرتك يا مستر في المنهج الجديد حفظتهم زينا؟ لا يا صاحبي انا ما حفظتش بس انا لما كنت صغير كنت بهتم بالسينونيم والانتونيم. انما حضرتك ايه؟ هتشقلب وتقلب مش هتعرف تحل. عندي حاجه اسمها اميزنج وايه لها السيم مينينج يعني نفس المعنى. سيم مينينج يعني نفس المعنى. مين اللي نفس المعنى بتاع اميزنج؟ فانتاستيك. عرفت منين يا مستر؟ ابو المساتر عرفت منين؟ ابو الصحاب. ادي واحد اهيت وادي الثانيه ايه اهي. خلاص. طيب احنا ممكن تستبعد وتحلها برضو في ثانيه. طيب عندنا حاجه اسمها جنرال نوتس وللاسف معظم المدرسين ما بيهتموش بيها.
على فكره تانية اعدادي السنه اللي قبل اللي فاتت جه منها جون نوتس كتير، واللي قبلها برضه نفس الكلام. ما تصلي بينا على النبي يا اخي عليه افضل الصلاه والسلام. عندي حاجه اسمها اونلاين، لا سيبك من اونلاين، عندي موبايل بيقول الو. اللي بيقول الو ده متصل بالنت، موصل بالواي فاي، فاتح الداتا، سارق النت، الله اعلم فاتح من انهي داهيه. المهم الموبايل ده متصل بالانترنت، فاحنا بنسمي اي حاجه متصله بالانترنت بنسميها اونلاين. ممكن تمشي سوري ادفيرب يعني صفه، ممكن تكون ايه ادجكتيف، سوري ادفيرب يعني ظرف معلش، وادجكتيف اللي هي الصفه، بس الصفه بيتبعها الاسم. اوكي ما يشغلكش كل ده، خد مني الخلاصه يا باشا. اونلاين معناها عبر الانترنت او متصل بالانترنت، مش هتشغلك كده كده سواء صفه او ظرف، يعني مش هتفيدك قوي في الحال. طيب عندك حاجه اسمها الاوفلاين يعني مش متصل بالانترنت. ادي العده اللي بتقول الو، مش لقطه نت او انا فاصل على النت، المهم مش فيها نت دلوقتي خالص. فالعده دي اسمها ايه؟ اسمها عده ايه يا جدعان؟ الموبايل ده اسمه ايه؟ اسمه الموبايل ده اوف لاين دلوقتي. طيب سيبك من اللي فاتت دي مش مهمه، المهمه اللي جايه اللي هحكيها حالا دلوقتي علشان هعملها في امتحان الشهر. حبايبي حباب قلبي بمسي عليكم كلكم، الناس اللي معايا هنا في الدرس جايه في الامتحان، اه والله العظيم جايه في الامتحان، امتحان الشهر اللي هو كمان اسبوعين ان شاء الله. كتير؟ خلاص ماشي كمان اسبوع، قول ان شاء الله. طيب عندي حاجه اسمها انستيد يعني بدلا من، وانستيد اوف برضو معناها بدلا من. مستر انا ما بحبش المدرس اللي بيتكلم كتير، انا بحب المدرس يقول لي 1 زائد 1 بيساوي 2. طب 1 زائد 1 بيساوي 2 يا اسطى. المهم عندي حاجه اسمها انستيد وانستيد اوف، خدها كلمه ورد غطاها. حضرتك لما تشوف بعد انستيد اوف يبقى اوف دي هي بعدها حاجه من الاثنين، يا اما الفعل مضاف له اي ان جي يا اما الاسم. مثال يا مستر كده وريني. ادي يا باشا انستيد اوف جايب لك بعدها دوين اي ان جي اهو خلاص. طيب انما انستيد بس اللي من غير اي ان جي مالها يا مستر؟ سيبك من المربع ده مش عاجبني. مالها يا مستر؟ بتيجي في اخر الجمله غالبا وما بيجيش بعدها حاجه، اه مش جاي بعدها حاجه اهو. اوكي طيب عندي حاجه اسمها بقى ريمايند ريمبر. طيب ريمايند يعني يذكر، وريمبر يتذكر. ريمايند يذكر وريمبر يتذكر، مش فاهم حاجه مثلا. طيب لما انا اكون يا اخي نسيت اصلي، نسيت اصلي يا جدعان العصر يا جدعان، هو مين اللي فكرني؟ انا اللي افتكرت. فلما يكون انا اللي بفتكر، انا البني ادم الجثه نفسها اللي بتفتكر، فالجثه اللي بتفتكر دي اسمها ريمبر. فلما اجي اقول لك انا نسيت ان انا العب اقول اي ريمبر. طيب لما بتقول ايه؟ انا عملت شغل فعل. لما حد يجي يفكرني يبقى يذكر اللي هي ريمايند، يبقى لما حد يفكرني يبقى هو ريمايند مي. انما لما انا اكون بفتكر من تلقاء نفسي فانا كده ريمبر. خلاص خلاص خلصنا. ريمبر يعني يتذكر من نفسه، اما ريمايند بني ادم بيذكر بني ادم، المهم في حد يفكر حد وشكرا. طيب نخش على حاجه اسمها الاكسبريشن والبريبوزيشن اللي يعرف الجر والتعبيرات، مهمه على فكره هتيجي في الحل. مستر ما الدرس كتير، قسمه يا معلم الترم على 5 شهور 6 شهور لسه، قسم يا باشا وتعامل. per minute اقرا سريعا بقى. per minute outdoor activities a whole day use wisely on your phone on your tablet learn to on the screen on the internet. اسمها the internet. هتقول لي زي ليه؟ هقول لك عشان ذا لها نطقين، يا اما ذا يا اما زي. فكلمة ذا لو جه بعدها حرف ساكن هقول عليها ذا، لو حرف بس خلينا نسيبك من حرف، لو صوت متحرك هقول عليها زي. فالاي مع بعدها اي والاثنين فاولز متحرك فاقول عليها on the internet. vision for at breakfast search for runs on both launched at first smarter transportation. What about فعل مضاف له ing used for chat with made by balance with share with run on during the day. مستر ابو المساتر اللي جاي في الحل، اللي جاي في الحل يا صاحبي اسمها رؤية لي يعني vision for، واللي جاي في الحل ابو المساتر بدلا من instead of. شكرا. طيب مستر هو معلش ابو المساتر بقى انت ضيعت لي يا باشا ال 25 دقيقه دول في القراءه. انا معلش قبل ما اخش في الجد عشان لسه خد بالك الفيديو ده في قاعده هيتشرح وفي حل في الكتابه هيتشرح، هيتحل وهيتشرح برده ولسه في ريدنج. انا عايزك في الفيديو ده معلش يعني اي حد بيشوف الفيديو ده
معلش يعني حتى لو هتعمل ستوب وتكتب لي الكومنت ده، عايزك تكتب لي الفيديو الجاي عايز نعمل ايه. اقرا كلمات ولا ملهاش لازمه انت ممكن تقراها؟ اقرا ريدنج ولا انت ممكن تقراه وحاسس ان هو ما فادكش قوي؟ اشرح لك جرامر بس ولا انزل حل بس؟ يعني سيبك من لك كده كله، انزل لك حل. اكتب لي، عشان ممكن اكون بعمل كل ده وبضيع وقتي ووقتك. فهستناك تكتب لي في الكومنت. وما تنساش المسابقه اللي انا عاملها، اكتر شير للفيديو ده ايه؟ لا هقول تاني، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الفيديو ده اولى اعدادي انجليزي، اكتر حد هيعمل شير للفيديو ده في جروبس بقى اولى اعدادي، جروب بقى في واتساب، فيسبوك وما ادراك من فيسبوك واخترته وحبايبه وناسه، المهم اكتر حد هيعمل شير ويكتب لي تام في الكومنتس، انا كده هعرف اكيد يعني. هيكسب معايا اشتراك في الترم ده كامل فور فري، بالمذكره بالامتحانات لو في ملزمه في اي حاجه في مراجعه في ايا كان. يا باشا انت كده حبيبي، انت كده معايا طول الترم. ماني؟ لا مفيش اي ماني خالص. مش بس كده يا باشا، في مفاجأة تانية بس أنا مش عايز أحرقها من أول فيديو، الفيديو الجاي هقولها. طيب والكسبان إن شاء الله هنزل اسمه فيديو مخصوص له. أوكي يلا نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حاجة اسمها الريدنج اللي هي القراءة. طيب حضرتك أنت كنت أيام زمان في الابتدائي كنت بتقرأ، بس كنت بتقرأ عشان تتعلم تقرأ كويس. حضرتك دلوقتي محتاج تتعلم تقرأ، وأنت بتقرأ لازم تكون عارف معنى اللي أنت بتقرأه. فالريدنج اللي قدامي بيقول a day يعني يوم في حياتي الرقمية. فبيقول لك أول حاجة hey everyone، مرحبا بالجميع، أنا اسمي طارق and I want to share my digital day with you. عايز أشارك معاك يومي الديجيتال. قال لك I always start my morning، أنا دايما ببدأ المورنينج بتاعي باللي أنا تشيكن، أمسك العدة بتاعتي التليفون يعني. أوكي I usually have 3 4 مسج بيجي لي، بمسك العدة الصبح لسه بقول افتحها عليه رزايه كلمه لقيت 4 5 رسائل، بس ما فيش 5، دي هبدا من عندي. فور ماي سكول فريندز، من ايه؟ اصحاب سوري اصحاب ايه؟ اصحاب المدرسه. قال لك sometimes احيانا my cousin ابن عمي اللي من اسكندريه بيبعت لي funny pictures، بيبعت لي صور funny اللي هو بقى ايه شويه نكت على الصبح اللي هو فتحها عليه رزايه كريم، هو يوم باين من اوله. قال لك at breakfast في الفطار انا often غالبا بستخدم التابلت بتاعي علشان ابحث على اي الاخبار، ابحث عن الاخبار او اعرف الاخبار. قال لك ماي فيفورت اب اللي هو الابلكيشن، التطبيق المفضل ليا اللي انا شو مي interesting facts، بعرف بقى الحقائق عن الحيوانات وعن السبيس الفضاء. I never eat without looking at something for my screen. يعني قال لك انا مش باكل بدون ما ابص على العده اللي في ايدي، اللي هو يا باشا التليفون كده وانا شغال، خلاص انا كده باكل. اوكي طيب قال لك بعدها I know it's not a good habit، ان هي مش عاده كويسه. خلاص at school يعني في المدرسه we sometimes use the smart board in our science class. يعني قال لك في المدرسه احنا بنستخدم حاجه اسمها السمارت بورد بس في حصه الساينس. الحمد لله ما قالش اللغه الانجليزيه، يعني الحمد لله رب العالمين. سمارت بورد يا باشا عشان ما اسمعش واحد عندي في الدرس بيسمع الفيديو ده مستر عايزين سمارت بورد. لا يا باشا سمارت بورد عليك وعلى بتاع العلوم، قول له انا عايز سمارت بورد هيقول لك يعني ايه؟ قول له شاشه ام قلم. شاشه ام ايه؟ شاشه ام قلم. ماشي ربنا يسترها عليك عشان سعرها يعني. ادعي لي يا اخي قول لي يا رب يا رب المستر يجيبها، وكان في عربيه في اول الحصه. ادعي يا اخي دعوه 40 مستجابه، ما بالك الفيديو ده بيسمعه بال 10000 يلا نكمل، يلا انا بدخلكم في حياتي الشخصيه معلش. قال لك بعدها التيتشر بتاعنا بيورينا اميزنج فيديوز، يعني فيديوهات حلوه كده ولذيذه عن البلانيتس، عن الكواكب وعن الانيمالز، عن الحيوانات. قال لك بعدها انا بحب مشاهدتهم. مين؟ حيوانات. قال لك بعدها we also use computers، احنا ايضا بنستخدم الهواتف المحموله الكمبيوترات في حصه الكمبيوتر او ايا كان. قال لك توايس يعني مرتين، وانس يعني مره يعني وانس، ومرتين يعني توايس a week. قال لك افتر سكول بعد السكول I always do my homework first، بعمل الواجب. اسمع يا اسطى كده، بعد المدرسه بعمل الواجب. ماما جعان يا ماما، ماما كوبايه شاي يا ماما، ماما كفايه يا ماما عشان احنا زهقنا والفيديو هيخلص في معلش استحملني يا ابني انا بحب اهزر كتير يا ابني معلش. قال لك بعدها
I usually search for information on my laptop. اي حاجه بدور عليها على اللابتوب، بس النهارده في حاجه اسمها تشات جي بي تي. الرجاله ما شاء الله يعني باراجراف مش سايبه كل حاجه. معلش بتكلم كتير. قال لك when I need help، انا محتاج مساعده في المشاريع بتاعتي. My favorite website، الموقع المفضل ليا has a lot of useful information for students. in the evening، بالليل يا رجاله I sometimes play online games مع رجاله بنلعب العاب اونلاين على الانترنت. we usually play for 1 hour، بنلعب ساعه ساعتين يا رجاله، وبعد كده ايه بنبطل الشغلانه. my parents، ست الحبايب يا حبيبه، انا بابي اند مامي، يعني برانتوس اللي هم بابي ومامي دايما remind me، بيفكروني to take break، اللي احنا ناخد بريك. يعني ايه بريك؟ يعني ناخد راحه عشان انا تعبت من المذاكره. يا ماما انا عايز اخد راحه عشان تعبت من المذاكره. اوكي. قال لك بعدها from the screen، قال لك I always use night mode، بفعل الوضع الليلي علشان السكرين ما تبوظش عينيا، ما تدمرش عينيا، ما تعمليش صداع في مخي. قال لك بعدها I think technology is amazing but I'm learning to use it wisely. All about you، ماذا عنك يا معلم؟ خد بقى، على فكره القصه دي كلها ممكن تاخد منها سطر واحد، ان انا اعتقد ان التكنولوجيا دي حاجه amazing، بس انا بتعلم منها سوري، بتعلم هنا كده، بتعلم ان انا استخدمها بحكمه. بحكمه. يعني اي حاجه في الدنيا لها بروس اند كونز، مميزات وايه؟ مميزات وعيوب، صح كده؟ بس لازم نتعلم اللي احنا نستخدمها بايه؟ بحكمه. يعني فور اكزامبل وسائل التواصل الاجتماعي او التيك توك. اقول لك الحاجه التيك توك، انا عندي تيك توك على فكره. طيب هو التيك توك ده وحش؟ هو سمعته استغفر الله العظيم مكبس يا باشا اوكي. طيب نفترض ان التيك توك في ناس وحشه، هل ده معناه ان مفيش في ناس حلوه؟ هل ده مش معناه ان مثلا مش عليه قران، اللي مش عليه؟ على فكره انا بفتح التيك توك بتفرج عليه كتير قوي. ليه؟ بصحى الصبح افتحه، ممكن الاقي شيخ مثلا بيتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب، بيتكلم عن سيدنا النبي، بيتكلم عن نصايح في الدين. والله العظيم والله ببدا يومي بحاجات حلوه. فما فيش حاجه في الدنيا لها عيوب بس، لا، في زي ما في عيوب في مميزات، بس حضرتك اللي بروح كبس والعيوب. انما لو عايز مميزات والله العظيم ممكن تخش تمسح سجل المشاهدات وتبدا ايه الدنيا على نظافه. انت في اولى اعدادي، انا مش عارف انا بكلمك يعني لسه كونتينيو. ده الريدين يا باشا بتاعك. اوكي. هنقلب عندك حاجه اسمها ماي سكرين تايم. ممكن ما نهزرش في الحصه بعد اذنكم، انا عايز اتكلم بجد. انا مش ههزر تاني في الحصه. هاي ام ايمن عندي 13 سنه، انا طالب عندي 13 سنه، بحب الديجيتال لايف افري داي، كل يوم انا بقضي حوالي 3 ساعات على السمارت فون، على الموبايل. بستخدم وسائل التواصل الاجتماعي علشان اكلم اصحاب السوق او اصحاب الناس كويسه، يعني عشان ممكن اواتش فاني فيديوز، بشوف فيديوهات كويسه تضحكني يعني على الانترنت، حاجه متعه يعني. بس sometimes احيانا انا بقضي وقت كتير قوي اونلاين يعني. ماي مام ست الحبايب يا حبيبه بتقول ان انا محتاج ان انا اقلل استخدام السكرين بتاعي، اقعد اقلل استخدام وقت من الشاشه عشان عيني توجعني بسبب انها بتاثر على نومي. هي على حق، هي على حق، بس انت بتكابر وتعاند يا اخي. قال لك I feel tired، بحس بالتعب في الصبح. I also use my tablet، بستخدم التابلت بتاعي للهومورك like researching، بدور على مشروعات. الديجيتال ديفايس حاجه great but I think we need to balance them with outdoor activities. انا زهقت يا جدعان، انا عايز اخش على الحل. يا عم عايز تخش على الحل اعمل سكيب. قال لك الهايبرد باص اي حاجه بتشتغل بمصدرين وقود. قال لك مصر اطلقت في الفتره الاخيره يعني الهايبرد باص في اسوان. مستر هو انت بتترجم ازاي بسرعه؟ عايز اتعلم. في عيال بتترجم كده Egypt has launched its first ما تقراش يا باشا انجليزي، عينك عارفه ايجيبت يعني مصر، قول مصر ام الدنيا. عارف ان الكلمه اللي بعدها معناها اطلقت، قول اطلقت. فيرست يعني اول كده، فاهم انت؟ تشوف دي بتشوف ودي بتقول، عين بتشوف وبق بينطق. مصر اطلقت اول اتوبيس مصدرين وقود في اسوان. It runs on both، بيمشي بالالكتريسيتي والديزل بمساعده طبعا، وده بيساعد ان هو يقلل التلوث وبيحمي البيئه. الباص كان مصنوع من اللي صنعه يعني شركه مصريه، ودي حاجه على فكره عظيمه. ما تفكرش ان الاتوبيس ده حاجه تافهه، لا، حاجه واو. and includes modern، في مودرن تكنولوجي زي السمارت نافيجيشن، نظام الملاحه يعني اللي هو الجي بي اس، والكوايت انجن والمحرك الهادي. it supports بتدعم او بتدعم يعني رؤيه مصر اللي هي 2030 for clean
الرؤيه بتقول لك ان المستقبل بتاعنا هيكون مستقبل نظيف وسمارت، او مدن سمارت يعني شغاله معظمها يعني بالالكتريسيتي والتكنولوجي. Most parts of the bus are made locally creating jobs، بيوفر وظائف. هذا الاتوبيس يكون just the start of Egypt، رحله مصر للجرينر الاكثر بيئه يعني واكثر نظافه. اخي انا زيت اقسم بالله. يلا يا عم نحل. عندي حاجه اسمها نون اللي هو الاسم، عندك حاجه اسمها الفيرب اللي هو الفعل، والادجكتيف اللي هي الصفه. يا اخي والله ما اشرح. هو انت يا اخي كل عدد اشرح لك ايه؟ يا عم لما اقول لك قلم، قلم ده اسم ولا فعل ولا صفه؟ اسم يا عم. لما اقول لك ايه؟ لما اقول لك علي اسم، لما اقول لك جميل صفه، لما اقول لك يفعل فعل، لما اقول لك يلعب فعل. طب لخص لي يا مستر، اي بني ادم بيقوم بالحاجه بنسميه فاعل. لما تحب توصف حد بالصفه باي صفه بقى، جميل قبيح طويل قصير ذكي غبي، دي بنسميها ايه؟ adjective. طيب عندي حاجه اسمها الفعل، اي حاجه بنعملها، يلعب ياكل يشرب يمشي يركز يحل يجاوب يذاكر يتشطر ربنا يكرمه. اوكي عندي كلمات قدامك، فانت محتاج تعرف الفاني دي هننزلها فين. فاني يعني ممتع او مضحك. ففاني دي احنا ممكن نوديها فين يا رجاله؟ نوديها على صفه، هي صفه فعلا. طيب ادي فاني. مستر انت خطك وحش ليه؟ ادي يا باشا موريك الخط يا باشا، ادي موريك الخط. انا مش عارف مش بيمسح ليه يعني، بس تمام يعني كده مسح يا رجاله. طيب اول كلمه هنا هنزلها كلمه اسمها فاني. طيب كلمه اسمها ستارت يعني يبدا ده فعل، فاقول ستارت. عارفه قلبتني الواجب عشان الدرس عندي حاجه اسمها ادفنتشر يعني مغامره. مغامره دي يا باشا ايه؟ اسم. عندي حاجه اسمها ديجيتال ويب سايت وافكت. افكت ده يعني ده فعل خلاص، فاحنا هننزل هنا افكت. موقع الكتروني ده اسم. الاسم فين؟ والله مش محتاج حافظ على فكره يعني، انت شغل بس مخك. اخر حاجه عندي ديجيتال هنا كده، فهقول عليها ايه؟ adjective. طيب يلا نخش على الحل. اول سؤال بيقول لك مدرسنا explain بيشرح لنا الليسون باستخدام الايه، وبيورينا amazing فيديوز. بيشرح لنا الحاجه على السمارت بورد، اكيد على السبوره الذكيه، مش على الباب ولا على الويندو ولا على الجدار. قال لك انا دايما بستخدم ايه عشان ابحث على المعلومات على الانترنت؟ مش هبحث بالقلم يعني، ولا البوك ولا الكتاب ولا التلفزيون. هبحث عن اللابتوب، ابحث باللابتوب. مستر طب ما انا عندي شاشه بخش ابحث بيها، شاشه اسمها سكرين. تلفزيون اللي هو التلفزيون التهمه القديمه ده بتاع ايام زمان، بتاع جدو وتيتا. عندي حاجه اسمها يوز ماي تابلت تو ريد اونلاين. بستخدم التابلت عشان اقرا على ايه؟ عشان اقرا ايه على الانترنت؟ ماشي. تو ريد ايه على الانترنت؟ عشان اقرا الشاشات ولا السمارت على الموبايلات، ولا اقرا السبورات، ولا الكتب. Number 4 I A with my friends when they are online. أنا A مع الرجالة لما بيكونوا متصلين على الإنترنت بنتكلم ونتساير، دي معناها يذكر ودي معناها يرى ودي معناها يجري أو يدير. طيب we should A بين السكرين تايم وقت الشاشة، فرجة على الشاشة، والأنشطة الأخرى زي الرياضة زي حفظ القرآن الكريم زي المذاكرة، محتاجين نعمل لهم بالانس. يعني إيه بالانس؟ يعني يوازن أبو الصحاب، يعني يا باشا يعني يوازن. أوكي دي معناها يحمي ودي معناها يشارك ودي معناها يعيش. طيب I want to aim my digital day with you. أنا عايز أشارك معاك. اشمعنى مستر خدت شير؟ عشان عندي with يشارك مع share with، دي معناها يشاهد، دي معناها يسمع، دي معناها draw يعني يرسم. قال لك ما ايه الاجهزه الايه اللي انت بتستخدمها لما انت بتكون اونلاين؟ الديجيتال ديفايس. بلاستيك لا، وهاند ميد لا، وودن لا. طيب ايجيبت اللي هي مصر اول هايبرد باص في اسوان يعني اطلقت، ولو انت ركزت في الريدنج هتلاقيها قفلت ولا دمرت ولا بينتد لونت. قال لك اتس جود تو ايه بريك، تاخد يعني بريك يعني راحه. ام سوري بعد اللوكين النظر للشاشه لساعات او لفتره طويله. محتاج انا تيك بريك. يعني تيك بريك يعني ياخذ راحه. ميك يصنع، كونتينيو يستكمل، دو يعني يفعل. انا بستخدم الفون بتاعي علشان تيك ايه اوف ماي كات. بستخدم الموبايل علشان تيك ايه موبايل هعمل بيها يا جدعان؟ هلتقط اخبار، هلتقط ابس. طب يا مستر ما اخبار يعرف الاخبار يا مش هلتقط. بكيتشرز للقطه، دي موقع الكتروني لا. طيب نمبر 11 انا اشتريت ان يو اي عشان كونكت، اتصل بالانترنت اند يوز ابس.
ماشي، يبقى انا اشتريت النيو ايه علشان connect to the internet and use apps. والله هستخدم التطبيقات على السمارت فون مش على الشيت يعني ملاية او صحيفة، ودي معناها الآلة الحاسبة calculator، والنوت بوك معناها الكراسة. It's a good idea to use. فكرة كويسة انك تستخدم المود. مود ايه؟ نايت مود. لما انت بتقرأ في النايت. day يوم، فون موبايل، بوك كتاب، بوك كتاب، بوك بكتاب، بوك is a portable computer. والله يا معناها ايه؟ كمبيوتر متنقل. دي لا، والسمارت بورد لا، والشاشه لا، فتبقى اللابتوب. وعلى فكره قلت لك وانا بشرح بس انت داخل تحل واجب عشان ابو المساتر ما يزعلكش. قال لك الانتراكتيف بورد سبوره تفاعليه، فاحنا على طول هنقول السمارت بورد اللي هي الشاشه التفاعليه. قال لك هو بيحب يشرب ميه ايه بدلا من الصودا؟ بدلا من instead of بعدها الفعل مضاف له اي ان جي او النون. طب عندي حاجه اسمها ايجيبت فيها سترونج فيجن، رؤيه لي، يبقى فيجن 4. طيب انا عشان ما اطولش عليك السبيكنج هسيبهولك. عندي بقى قاعده اسمها المضارع البسيط. لو انت يا معلم جاي هنا عشان المضارع البسيط، هو مبدئيا صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حاجه اسمها المضارع البسيط. المضارع البسيط ده اللي هو بريزنت سيمبل. مستر انت هتقوم تشرحه لي على السبوره، هعمل لك حاجه اجمد دلوقتي. المضارع البسيط على اقول ايه، على رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي وسته والاعدادي كله وعلى الثانوي كله لحد ثالثه ثانوي. فحضرتك معلش تعالى على نفسك وركز في 10 دقائق، اخرك معايا 4 دقائق. الاربع دقائق دول اظبطهم هنا يا باشا، والمضارع البسيط اتظبط لك. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اصلا انت عملت اشتراك؟ ما عملتش اشتراك. عملت لايك؟ ما عملتش. عملت كومنت؟ يا جدعان اقسم بالله العلي العظيم لسه مخلص شغل. شوف والله العظيم ما خلص شغل لسه حالا دلوقتي. فمعلش يعني بعد اذن معاليك، لو ما عملتش سبسكرايب او ما عملتش لايك او ما عملتش كومنت قول لي احلى مسا عليك ابو المساتر. اعمل يا اخي. ماشي. فهنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. معانا دلوقتي المضارع البسيط. المضارع البسيط كلمه مضارع، فاحنا بنسمي كلمه مضارع يعني present، وبسيط يعني simple. طيب يبقى المضارع البسيط مش هو المضارع البسيط ده، هنقول اللي هو البريزنت سمبل. طيب مستر انا بتلخبط، مش بعرف اكون جمله، بتلخبط في الباراجراف. انا هقول لك كلمتين دلوقتي لو عملتهم هتكتب ادخنها جمله وتقول ادخنها جمله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معايا هنا بقى في السكرين. عندي حاجه اسمها تكوين الايه؟ الجمله. ازاي تكون اي جمله في الدنيا؟ خدها قاعده ان اي جمله في الدنيا لازم تبدا الجمله بتاعتك بالفاعل اللي هو السبجكت، وبعد الفاعل بنحط ايه؟ بنحط حاجه اسمها الفعل. خلاص، يبقى اي جمله في الدنيا نبدا الجمله بالفاعل وبعد الفاعل بنحط فعل. وانا صغير المدرس بتاعي قال لي ايه؟ قال لي قوم يا معلم قول لي يعني انا معلم. فانا قلت له انا يعني ومعلم يعني تيتشر. طيب قال لي غلط. قلت له ازاي غلط؟ مش انا معلم، انا ومعلم يعني تيتشر. قال لي الترجمه صح بس الجمله غلط. اجيبها يمين شمال. قال لي صلي على النبي. قلت له عليه الصلاه والسلام. قال لي الجمله دي غلط. قلت له ليه؟ قال لي عشان اي جمله في الدنيا بتبدا بالفاعل وبعد الفاعل غصب عنك بتحط الفعل. طيب في جمله بتبدا بالفعل اسمها الجمله الامريه. معلش انت عملت لخبطني ليه يا اخي؟ احنا دلوقتي في تكوين الجمله الخبريه. جمله بتبدا بالفاعل. يا مستر ما عايزين نصلح يلا يا عم نصلح الجمله. انا واذا واش اي بتاخد فهقول تيتشر. يبقى كده الجمله ايه؟ اتصلحت خلاص. فالجمله غصب عنك هتحط لي الفاعل وبعد الفاعل بتحط ايه؟ صح فاعل بعد الفاعل. يلا بينا نخش على القاعده. بسم الله الرحمن الرحيم. مستر اشرح لي بقى المضارع البسيط اللي انت بتقول لي معاك للثانوي، فاشرحه لي بالراحه كده واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا باشا، المستر قال لك من دقيقه ان تكوين الجمله ان الجمله بتبدا بالفاعل. طيب الجمله بتبدا بالايه؟ بالفاعل. ففاعل زي ايه يا مستر؟ فاعل زي علي، فاعل زي ساره، فاعل زي مثلا. خلاص اي فاعل هو يا مستر. جبت فاعل زي ما انت قلت، والفاعل بيجي بعده ايه؟ بيجي بعده فعل. ما انت لسه قايل لي يا مستر الفاعل بعده فعل. حلو. بس المضارع البسيط بنعمل تركايه صغنونه خالص بتقول ان الفاعل لو كان مفرد زي مثلا علي زي مثلا ساره اسمه فاعل مفرد. خلاص الفعل اللي بعده بنحط له يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اس. زي مثلا انا عايز اقول علي بيلعب يعني بلاي اهي زي ما انت قلت يا مستر. وعشان علي ده مفرد يبقى انا هقول ايه؟ علي بلايز. ليه يا مستر؟ عشان علي مفرد.
خلاص. طب انت قصدك يعني ان ساره ديت، ساره اللي قدامك عيني قدامك انت شايفها دي مفرد، فهقول ساره بتطبخ، فهقول ساره كوك. لا، المستر قال لي لما يكون الفاعل مفرد يبقى الفعل اللي بعده مضاف له اس او اي اس. ايوه صح يا عمي، بقول ساره ايه؟ يطبخ يعني كوك واحط لها ايه؟ اس. فهقول ساره كوكس. طيب يا مستر الفاعل لو كان ايه؟ لو كان جمع. يعني يا مستر فاعل جمع؟ انا وانت يا اسطى جمع، انا وانت جمع، احنا الاثنين جمع، بابي اند مامي جمع، هم جمع، نحن جمع، الطلاب جمع، الرجاله جمع، البنات جمع. يلا بينا عايزين نقول عندي حاجه اسمها زي. هم ايه؟ هم بيذاكروا. يذاكر يعني ايه؟ يذاكر يعني study. ابو المساتر حاجه اسمها study. قال لك لما يكون الفاعل جمع يا باشا بتحط بعده الفعل في ايه؟ مصدر. مستر معلش خطك وحش والدنيا زي الزفت يا مستر. حسن خطك يا مستر. اقول لك يا باشا كنت عارف اللي انت هتقول كده، فانا جهزت لك القاعده مكتوبه. بص انا شفتها، يلا بينا بالراحه بقى. قال لك صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي انا عندي الفاعل لو كان مفرد، الفاعل لو كان مفرد يبقى الفعل اللي بعده هنحط له يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اي اس. انما لو كان الفاعل جمع بيجي بعده الفعل في الايه؟ في المصدر. خلاص. يبقى انا عايز اقول هي تشاهد. هي دي مفرد ولا جمع؟ لا هي مفرد. شي واتش، لا واتشز. ليه؟ عشان هي مفرد. طيب نحن نشاهد. وي جمع، يبقى وي مصدر واتش. مستر معلش مع تاخدنا على قد عالي. يعني مصدر يعني الفعل بدون اي اضافات. بص كده في عندي في التابلت عندي حاجه اسمها يلعب يعني بلاي. بلاي دي مصدر، حطيت لها اس ما بقتش مصدر، حطيت لها اي ان جي ما بقتش مصدر، حطيت لها اي دي ما بقتش مصدر. المصدر هو ايه؟ بلاي. خلاص. طيب فتكون الجمله الفاعل المفرد بعد الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اي اس، والفعل الجمع الفعل في المصدر. نخش على الجد. عندي حاجه اسمها النفي. يعني ايه نفي؟ يعني اقول الحاجه دي ما حصلتش، ما اكلتش، ما شربتش، ما ذاكرتش، ما ركزتش، فما عرفتش احل. خلاص. طيب النفي يعني مثلا عندي جمله كنا بنقول من شويه ساره تطبخ، عايز انفيها ساره ما تطبخش، عايز اعملها كده. طيب فانا عندي قال لك نفس الكلام، هنجيب الفاعل في اول الجمله واشوفه لو كان مفرد ولا كان جامع. لا يا ابو المساتر ده انا عندي الفاعل ابو المساتر ده الفاعل ده مفرد. تعال نشوف كده. عايز اقول ساره ما بتاكلش، ادي ساره مفرد اهي. وعشان الفاعل مفرد قال لك المفرد هيتنفي بحاجه اسمها doesn't. فين ده يا مستر؟ اهو يا باشا المفرد بدازنت اما الجمع بدونت. طيب وبعدهم الفعل في ايه؟ في المصدر. تعال نشوف كده. طيب يبقى doesn't eat ولا eats؟ eat. طيب علي مفرد يبقى اقول doesn't eat برضو. طب لو نحن، لا نحن دي جامع يبقى انفي بدونت eat برضو. ليه؟ عشان الفعل في الايه؟ في المصدر. طب يا مستر والله انا بتلخبط بين دازنت ودونت. صلي بينا على النبي. عند الاطفال الصغننه اللي هم احباب الله، المفروض يعني احباب الله، بقول لهم ان المفرد بيحب الاس. المفرد بيحب الاس. وفي النفي برضه دازنت اللي فيها ايه؟ اس. حتى في السؤال مع المفرد بيحب الاس. خلاص. فالمفرد بيحب الايه؟ بيحب الاس. انما الجمع مفيش في اس خالص. طيب نخش بقى على السؤال ازاي اعمل اي سؤال. طيب انا عايز اقول هل هو بيذاكر؟ هو ده مفرد هي. طيب المستر قال لك في المفرد بسأل بحاجة اسمها داز اللي فيها اس. طيب انا عايز اقول هل داز اهي عشان هو مفرد. يذاكر يعني مصدر study. وصلي بينا على النبي يا اخي. did do does didn't doesn't don't اي حاجة من ريحة do بعدها الفعل في المصدر اللي هو الانفينيتيف عشان ما تكترش في الكلام. يبقى ايه اللي بياخد مصدر؟ اي حاجه تبع دو بتاخد مصدر. فانا لما اقول لك داز هي استادي مصدر على طول عشان عندي داز. خلاص. طب هل هم بياكلوا؟ هم دي زي، وزي دي ايه؟ جمع. خلاص. طيب الجمع عندي بسأل مع الدو، فهقول ايه؟ دو زي ايت. هل هم بياكلوا؟ طب يا مستر انت بتاكلني في الكلام ليه؟ ده المستر الفلاني اللي شرح لي قال لي دبليو اتش كويشن وقال لي وات وين. فين يا عم الكلام ده؟ يا عم انا نسيت اقول لك اللي انت يا باشا ايه؟ اي حاجه عايز تسال بيها ارماها في الاول. يعني انا عندي مثلا هل هو بيذاكر؟ عايز اقول متى؟
متى يعني وين ارميها في الأول وخلاص. when does he study، عايز أقول أين، أين يعني where does he study، لماذا أقول why، وارميها في الأول خلاص. طيب عندي حاجة اسمها الكلمات الدالة تحفظها زي اسمك، عندي always يعني دائما، usually يعني عادة، sometimes أحيانا، often غالبا مش often، ونيفر يعني ابدا بستخدمها للنفي. يعني ايه نفي؟ يعني مثلا صلي بينا على النبي، يا اخي اقول عليه صلي، يا اخي عم صلي بينا على النبي، بقول لك عايز اقول هو ما بيذاكرش، هو يعني هي، ولا يبني هي المفرد بان هي بنفي ب doesn't، ويذاكر يعني study. سيبك من يا عم يذاكر، عايز اقول هو ما بيلعبش بلاي. ممكن انفي بحاجه غير doesn't، يا باشا ممكن اكتب نهو نيفر، بس احنا اتفقنا ان doesn't هي اللي بعدها المصدر، انما نيفر على حسب تركيبه الجمله، لو كان مفرد احط اس. يبقى انت عندك حلين، يا اما تقول هي نيفر بلايز، يا اما اقول ايه، يا اما اقول هي doesn't play. طيب عندك حاجه اسمها ايفر. طب مستر هو الحاجات الحلوه دي مكانها فين في الجمله عشان جه على حل؟ والله تعال نشوف. عايز اقول هي بتاكل، هي ام سوري هي شي، بس خلاها هو بياكل يعني ايه eat، وعشان هو مفرد فهقول eats. عايز اقول هو بياكل عادة usually، اقول he usually eats ولا he eats usually؟ قال لك ظروف التكرار مكانها قبل الفعل، فالفعل عندك فين؟ الفعل اهو خلاص، فهاجي قبل الفعل واقول ايه؟ واقول usually. ليه؟ عشان ظروف التكرار قبل الفعل. طيب عندي جملة بتقول علي سريع، سريع يعني فاست. طيب عايز اقول علي ده دايما سريع، قال لك يا باشا دايما يعني اولويز اهي، والمستر قال لك دول مكانهم فين؟ قبل الفعل الاساسي بس ما يكونش مساعد. قال لك لو شفت فيرب تو بي يعني اما واذ او ار في ام واذ وار زي از كده هيتحطوا بعدهم، فانا عايز اقول اولويز احطها هنا. طب يا مستر مش انت لسه قايل لي قبل الفعل؟ قلت لك بس لما يكون فعل اساسي، بس ما يكونش ام واز وار. انا كنت اتكلمت كتير في القاعده، هي دي القاعده، لو انت عايز تاخدها سكرين شوت القاعده قدامك. اوكي فيلا نكمل بينا حل القاعده في الكتاب. طيب حل دلوقتي صفحه 25، الناس اللي عايز تنقل على طول. الجمله بتقول علي ليت، اسيبك من كده كله، علي متاخر على المدرسه، هو دايما بيجي بدري، يبقى بيجي بدري يبقى مستحيل، يبقى ابدا ما بيتاخرش ابدا على المدرسه. طيب ابدا اللي هي ايه؟ نيفر. عندي از نيفر وعندي نيفر از. طيب اتفقنا لما يكون عندي ام واز وار يبقى الحاجات دي بتيجي بعدها اللي هي فين؟ يبقى از نيفر. عايزك تحل وانت فاهم يا اخي، داخل تنقل افهم يا اخي عشان لما المدرس يسالك ما تتحرجش. طيب الجمله اللي بعدها بتقول he has tablet for homework، هو عايز اقول بيستخدم التابلت للواجب بتاعه. طيب مبدئيا انا عندي حاجه اسمها نيفر ويوجوالي والويز، دي اسمها ظروف تكرار. ظروف التكرار مكانها فين؟ قبل الفعل. طب هو الفعل اللي اسمه يوز فين اللي قبلها؟ والله يا مستر اللي قبلهم عندي نيفر قبل الفعل اهي، وعندي حاجه اسمها يوجوالي قبل الفعل. طيب هو ايه الصح فيهم؟ نيفر يوز ولا يوجوالي يوز؟ لا ده هي مستر تاخد الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس، فهقول يوجوالي يوز. طيب دي غلط ليه؟ عشان ما ينفعش هي يوز، هي مصدر، لا هي بتحب الاس. اللي بعدها I always a my email in the morning. طيب انا بتفحص اي بتحب اي جمع على فكره في الانجليزي، اي وي يو زي بعدهم الفعل في المصدر، المصدر اللي هو تشيك. مستر ما اي مفرد، لا في الانجليزي بنعملها معامله الجمع. هاو ايه بتستخدم الكمبيوتر؟ قال لك والله انا بستخدمه في المدرسه. يبقى كم مره بتستخدمه؟ قال لك انا عاده بستخدمه في المدرسه. يبقى لما تحب تسال عن ظروف التكرار بتسال بكم مره، يعني هاو اوفن. اللي بعدها هو عاده الاخبار وبيقرا الكتب، هو هي مفرد والمفرد بيحب الاس فهستخدم سيرس. ها المفرد بيحب الاس يا اسطى وهتنساها. الجمله اللي بعدها بتقول we a play online games for one hour، زين بعد كده بننام. والله انا عندي الجمله كلها مضارع، ففي المضارع ما ينفعش اقول هنا ever، اجودي في الماضي اصلا وتيجي في الاخر.
ولاست تبع الماضي يبقى الإجابة هتبقى يوجوالي، ظروف التكرار ومكانها قبل الفعل أهو. طيب اللي بعدها بتقول لك هاو أوفن، كم مرة؟ اللي بياخد يو، اللي بياخد يو هو دو والمصدر. ماي فازر بينسى المفاتيح بتاعته، هو دايما منظم يبقى ما بينساهاش ابدا ابدا يعني نيفر. طيب عندي نمبر 9 بتقول هو بيستدز يعني بيذاكر او بيدرس كويس، اللي بيذاكر الامتحانات كويس ولهذا السبب هو بيجيب درجات عاليه كويسه يبقى هو دايما. طيب الجمله اللي بعدها بتقول لك هم بيروحوا الحديقه في الويكندز عشان يستمتعوا بالطبيعه. It's their habit، دي العاده بتاعتهم، يبقى هم العاده بتاعتهم يبقى هم بيروحوا، ما ينفعش اقول ما بيروحوش. خلاص. طيب ما ينفعش اقول نيفر مش بيروحوا ابدا، لا هم عاده بيروحوا، دي العاده بتاعتهم. طيب الجمله اللي بعدها بتقول نحن ايه الاي بوكس الكتب الالكترونيه على السمارت فونز. ماشي، نحن ايه بنقرا الكتب ودي جمع، الجمع بيحب المصدر والمفرد بيحب الاس. خلاص. طيب ودي جمع عايزين المصدر مش اي ان جي ومش اس وده مش تبعنا. خلاص يبقى الاجابه ريد. طب يا مستر ما ينفعش الاخيره ليه يا مستر؟ هو اصلا يا باشا النوي اصلا مش بننفع بدازنت، بننفع بدونت. اللي بعدها بتقول لك انا بحس بالقلق والتوتر كده قبل المسابقات، دي مشكلتي. يبقى انا دايما يا اخي عايز تقول اي دازنت، في حاجه اسمها اي دازنت يالا، ما تقول نفسك يالا، اسمها اي دونت. طيب نيفر ما بحسش بالقلق ابدا، ده مشكله يا ابني، مشكله يالا، مشكله في الاخر بروبلم. طيب he never goes to the gym because هو بيروح الجيم دايما بسبب ان هو ايه هو بيقول لك مش بيروح الجيم ابدا ابدا يبقى هو ما عندوش وقت. هنفي هي بايه؟ هنفي doesn't. اللي بعدها هي دايما الرسائل لاصدقائها، شيء المفرد بيحب الاس هتبقى since. اللي بعدها انا من 3 ل 4 ساعات من 3 ل 4 رسائل من اصحاب المدرسه. have usually ولا usually have؟ لا، ظروف التكرار قبل الفعل الاساسي بقول usually have. طيب اللي بعدها we smart ball in our science class، هو بتحب الاس يالا؟ لا، يبقى اقول هقول use. اللي بعدها I never، والله دي جمع والجمع بيحب المصدر والمصدر من eats هتبقى eat. اللي بعدها واي طاري، ادي هو مش طاري قد مفرد يالا، والمفرد بيحب الاس، فمش هقول دو هقول does. فين الاس يا مستر؟ بكتبها تصبر عليا يالا اهي. اللي بعدها نمبر 5 how does the hyper bus does ده بعد الفعل في المصدر والمصدر اللي هو help. طيب اللي بعدها what device ولا جمع، الجمع هتبقى هتبقى do. طيب اللي بعدها my favorite website والمفرد بيحب الاس، ده مفيش اس هنا. ما هاز للمفرد هاف للجمع يد وهاز فيها اس يا. خلاص. طيب اللي بعدها شي والمفرد بيحب الاس فهتبقى جاز. طيب اللي بقى مستر انت ما قلتليش صحيح امتى بحط الاس وامتى بحط الاي اس وامتى بحط الاي اي اس. هقولها سريعا معلش. الاي اس لما الفعل بيكون منتهي باس، اس اتش، سي اتش، اكس، زد، الحاجات الحلوه الجميله دي. انما الاي اس لما يكون الفعل منتهي اقول لك على حاجه، واتش عادي، واتش اهي منتهيه بالسي اتش بحط لها اي اس. انما الفعل لما يكون منتهي بواي وقبله حرف ساكن زي تراي، زي كراي، منتهي بالواي وقبله ساكن، يبقى اعمل احذف يا باشا الواي ونحط اي اس. مش عارف يا اخي، انا حاسس ان انا بقالي ساعه يا جدعان، بقالي ساعه يا جدعان. اعمل يا اخي عم اشتراك يا عم ولا اعمل شيء يا جدعان، ما تهزر. اعمل يا عم اشتراك يا عم ولا اعمل اي حاجه يا اخي. طيب يلا نكمل. قال لك بعدها اللي انا باكل فاست فود انا مش بحبه، يبقى ابدا، مش باكله ابدا يبقى نيفر. يبقى نيفر للنفي ودايما يعني ابدا. الاطفال، هو انا عندي ده الفعل وهو ده ظرف التكرار، ولا ظرف التكرار بيجي بعد الفعل لا ولا قبله؟ لا قبله، يبقى اجيب دي هنا واجيب دي هنا، يبقى اقول sometimes play. اللي بعدها هي usually، والله هي دي مفرد والمفرد بيحب الاس. طيب ايه الاسئله الجديده يا مستر؟ ده سؤال اول مره ينزل عليك. حضرتك بيقول لك مشي doesn't مع الجمله بذكاء مش بغباء ومش بعنينا. انا عندي ديت نفي ونيفر دي للنفي،
كل اللي انا هعمله هنزل ذا والباص هنزله. طيب انا عايز انفي بايه؟ عايزني انفي بدازنت. خد يا حبيبي دازنت اللي نفسك فيها يا باشا. طيب ودازنت بعدها الفعل في الايه؟ في المصدر، والمصدر من السوبس هتبقى stop near our house. اللي بعدها علي lives in Cairo. طيب عايز نسأل وردي سؤال، فأنا عايز أسأل أين يعيش علي؟ المستر قال لك هو علي ده مفرد ولا جامع؟ لا علي ده مفرد يا مستر. فالمفرد هسأل بداز اللي فيها اس. أصل المفرد بيحب الاس. وير داز علي live؟ يا مستر مش هنا lives بس داز بعدها المصدر يا حبيب قلب أخوك. طيب هنشيل دي ونلونها عشان المعلم يعني اللي داخل ينقل. احنا خدامين النقالين يا باشا، خدامين الغشاشين. الكوتشن مارك ما تنساهاش، اهم حاجه. طيب قال لك بعدها comes ده يعني ياتي. الجمله بتقول لك هو من مصر، فانا عايز اقول هو ياتي من، او هو جاي من مصر. ادي هو يعني هي، والمفرد بيحب الاس، فهقول ايه؟ comes. طيب وكمل جملتك. ادي from، وادي ايه؟ ام الدنيا Egypt. طيب he's never lazy. طيب هو الجملة ديت معلش صعبة شوية بس نحاول نفهمها. هي دي هنزلها عادي، وإذ هنزلها. هو بيقول لك هو مش كسول أبدا، يبقى هو دايما نشيط وشاطر وذكي وماهر وجميل. يبقى هو دايما عكس never هتبقى إيه؟ always. always إيه بقى؟ كلمة. معلش المايك فصل. معلش المايك فصل. الجملة كده بتقول البيج، الصفحة على الانترنت اللي بتديك انفورميشن معلومات، فده احنا بنسميه الويب سايت. قال لك بيكون في الكلاس روم، فده احنا بنسميها السمارت بورد. عندك حاجه اسمها
سارة هوايتها المفضلة القراءة، بتحب تقرأ الإي بوكس على على التابلت الجديد، بسبب إن هو سهل تشيله بدل الكتب بتاعتها اللي بتشيلها. هي يمكنها مئات القصص وتقرأهم، يمكنها لها داونلود يعني تحمل. طيب عندك حاجة اسمها هير تابلت، في خاصية اسمها المود، اسمها النايت مود. قال لك نمبر 4 قراءة A has become أصبحت هوايتي المفضلة، قراءة الإي بوكس. وغالبا كده المايك فصل والفيديو عدى الساعة، فيعني اعذرني.